اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أول يوم النهاردة هنستقبل دفعة كتاكيت بيضة إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيهم كده في رمضان. طبعا احنا النهاردة 12 رمضان. جبنا الدفعة دي الكتاكيت القب، استقبلتهم طبعا. حطيت التبن او ممكن تستبدلوه بنشارة، وكمان دفيت المكان جدا قبل ما اجيب الكتاكيت، وحطيت كمان كيس محلول جفاف في قلب السقاية زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الكتكوت بيجي على مكان دافي بيكون الكتكوت مفرفش، غير كده بتلاقي الكتكوت خملان والكتكوت بيكون مش فاهم. حطيت بقى على العليقة، انا عندي بيضة فرقتها على العليقة عشان طبعا ازود البروتين بتاع الاكل، وطبعا اعلي البروتين علشان الفرخ معايا يكون كده فايق ومفرفش بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. طبعا الفراخ في الاول كده ما بتاكلش كتير، لكن بعد كده بتبدأ طبعا تسحب تدريج. انا فرقت البيضة على العليقة، ممكن انتم تحطوا معلقتين زبادي تعلوا البروتين بيها. ده اول يوم في استقبال الكتاكيت البيضة. طبعا بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا انا مدفية المكان ومحطاهم في مكان يعني مهوي حاجة بسيطة علشان طبعا ما يتكتموش مني. ان شاء الله هنتابع مع بعض المراحل النمو. النهاردة اول يوم اهوت 12/3، وبإذن الله نشوف الدفعة دي كده مع بعض وربنا يكرمنا يا رب فيها. طبعا بيبدأ يشرب محلول الجفاف ده عشان طبعا الإسهالات، لأن طبعا على ما ياخد بس على المكان وعلى الجو. بعدين الكتاكيت القب دي بتكون جميلة جدا، وكمان بيكون الكتكوت بيشيل لحم من الوراق، غير الرز دوت بيكون اللحم بتاعه في الصدر اللي هو البنية. ربنا يا رب يحفظه. ان شاء الله نبدأ كده نتابع الدورة دي مع بعض. اتمنى تشجعوني كده بلايك، وكمان تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم علشان الكل يستفاد. النهارده اول يوم للدفعة دي. دول طبعا جبت 10 كتاكيت كده بإذن الله نبدأ ربنا يكرمنا فيها.